أكسيون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. يحضر معنا الآن رئيس مكتب ولاية المنيا عبد الوهاب بلكحل ومنسق الجنوب في نفس الوقت. سيحدثنا عن مبادرة كتاب لكل طفل، 5000 كتاب موجهة لأطفال ولاية المنيا. من أين جاءت الفكرة؟ كيف انطلقت؟ كيف بدأت؟ ما هي التحضيرات؟ تفضل أستاذنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأستاذ عبد الودود، لنا الشرف أن نكون هنا متواجدون معكم خلال فعاليات الملتقى الدولي للجمعية الوطنية كافي اليتيم. حقيقة لنا الشرف تحت عنوان الأبعاد التنموية للقطاع الثالث. نحن ارتأينا لأنه من فعاليات الملتقى دخول الكاتبة الواعدة وسام بوهنا، والتي تم عرضها كما شاهد جميع الحاضرين. كان نموذج ناجح للأطفال، الطفل الجزائري الكاتب الواعي على كل حال. فجمعية كافي اليتيم ولاية المنيا من الملتقى هذا إن شاء الله ستكون هناك مبادرة إن شاء الله، مبادرة مكتبة لكل طفل لولاية المنيا. فنحن ارتأينا إلى أنها تكون إن شاء الله هذه الانطلاقة كنموذج من الكاتبة الواعدة وسام بوهنا. إن شاء الله. الآن ننتقل إلى الأستاذة شافية من المكتب الولائي لولاية تيبازا. ستحدثنا عن نموذج كاتبة جزائرية ناجحة متألقة ألفت كتاب تحت عنوان شفرة النجاح، ألا وهي وسام بوهنا. حدثينا عن هذا الموضوع بشكل دقيق وضمن أي إطار يدخل اليتيم المبدع. قلت لي هكذا. تفضلي أستاذة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما يعلم الجميع أن البرنامج المنبثق من الجمعية الوطنية لكافة اليتيم اللي عنده محورين الآن، اللي طبعا المرأة المنتجة، واللي نعمل على قدر الوسائل المساعد هذه المرأة بمشاريع حاولوا عسى أنها تحسن ظروفها الاجتماعية، ثم لما لا أن تكون لها يد في الاقتصاد الوطني. الثاني المحور وهو الأهم اللي هو اليتيم المبدع. كل الأطفال، احنا نسميهم كل أطفال، لا ندرجهم كأنهم أيتام فقط، يعتبروا أطفال جزائريين لهم طبعا إبداعات ولهم كذلك قدرات. العمل معنا أنه نحاول بقدر المستطاع طبعا أننا نخلق لهم هذا الوسط والجو اللي يحاول أن يبرز هذه الإبداعات. نحاول أن كذلك نساعدهم ببعض الإمكانيات، ظروف أخرى نساعدهم بها أننا بواسطة التكوين، بالحث، بمطالعة، ببعض البرامج الأخرى، أننا نساعدهم باش هذيك القدرات تنطلق وتأخذ صدى، ولما لا يصبحون شعلة في هذا الوطن ورجال المستقبل لخدمة هذا الوطن الحبيب. وكان هذا النموذج الأخت وسام بوهنا التي ألفت كتاب شفرة النجاح، كتاب علمي ديني، وكانت كأصغر كاتبة اللي كانت في المعرض الدولي للكتاب سيلا سنة 2022. طبعا هذا إنجاز نفتخر به بالنسبة للجمعية، وكذلك بالنسبة لأنها طفلة جزائرية صغيرة ألفت كتاب في سنة عندها عمر 17 سنة في هذا، أتحنا لها لنشر هذا الكتاب في معرضين، والمعرض الثاني هو الملتقى العلمي الدولي الثالث للأبعاد التنموية للقطاع الثالث. هذا هو الوسط اللي لازمنا نقول لكل هؤلاء الأطفال، نعطيهم الإمكانيات، نشجعهم، نحفزهم كي يبرزون طاقاتهم، وكل أطفالنا بإذن الله عندهم هذه الإبداعات. إن شاء الله. كلام جميل جدا من أستاذة مثابرة مجتهدة تقدم الأفضل لجميع الأيتام. ونحن بدورنا كجمعية خيرية كافي اليتيم الوطنية نشجع كل الطاقات، كل الأيتام، لما لا لنراهم غدا إن شاء الله صحفيين، مهندسين، إطارات في الدولة. وفي الأخير ما عسانا إلا أن نقول أننا معا لرسم البسمة ومسح الدمع. في أمان الرحمن. سلام.